الرئاسية ابقوا معنا. نموذج من النماذج الملهمة الشاب الأستاذ إسلام الصوابي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمنطقة الزاوية الحمراء. ازيك؟ اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك، اهلا بيك، شرفتينا ونورتينا والله في الزاوية الحمراء. يا رب يخليك. طبعا هتعرفنا. انا اسلام الصوابي، امين تنظيم حزب مستقبل وطن بالزاوية الحمراء. وطبعا الحزب ودوره اللي حصل امبارح والنهارده في الحشود كان دور جهود 4 شهور عملها حزب مستقبل الوطن. طبعا معانا الاستاذ علاء المصري الامين العام لحزب مستقبل الوطن، معانا ال3 نواب بتوعنا، النائب قابل عمده والنائب امين مسعود والنائب عمر وطني، دول نواب الحزب. كنا شغالين بقالنا من شهر 8 تقريبا في الحمله الانتخابيه لسياده الرئيس. فده اللي حصل امبارح كان نتاج جهود 4 شهور. ال4 شهور دول احنا شغالين بيهم حملات وفعاليات اللي بيها حركنا الناس للشارع، والحمد لله اللي حصل امبارح ده نجاح للي احنا عملناه. أنا طبعا يعني كنت عايزة أسأل حضرتك عن الدور التنظيمي للحزب في الانتخابات الرئاسية. بص يا فندم، طبعا احنا اشتغلنا في الحزب على كذا فعالية وكذا دور في النطاق العمليه الانتخابيه. اول حاجه عملنا حمله انزل شارك. احنا بنوعي الناس انزل وشارك وقول رايك، انت عايز تغير عايز تأيد بس انزل وشارك. وده اللي اضاف له الاستاذ علاء، ان فعلا احنا شفنا امبارح حشود وشباب ما كناش بنشوفهم اصلا في الانتخابات. بنشوف ناس اللي كان بينتخب الناس الكبيره اللي رايحه اللي كده يعني، لكن ان انت تشوف شباب صاحي من الساعه تنزل 8 الصبح، اللجنه بتفتح 9، تنزل 7 الصبح، ده جايين من بيوتنا عشان نروح نظبط نلاقي الحشود في اللجان بالالوف على كل لجنه. الكلام ده احنا ما شفناهوش قبل كده في اي انتخابات، ولا شعب ولا نواب ولا شورى ولا اي حاجه خالص. انك نازل بارادتك، ما حدش يعني ضاغط عليك ولا لا، ده انت نازل بتقول رايك. فده نجاح للحمله دي. اول حاجه موضوع انزل شارك. تاني حاجه اشتغلنا على فعاليه اعرف لجنتك. هي الناس سهوله الحركه انك تلاقي كل واحد واقف قدام اللجنه الانتخابيه بتاعته انه طلع اسمه، طبعا طبقا لتعليمات الزعلان المصري الامين العام بتوجيه اكتر من 20 او 25 نقطه على نطاق الزاويه الحمراء. اعرف لجنتك. اي حد معدي في الشارع هو مش عارف لجنته فين، بناخد منه البطاقه، بنخش على موقع الهيئه العليا للانتخابات، بنجيب له اسمه ورقم الكشف ورقم الكيد واسم المدرسه، بحيث ان هو يتوجه. انت حضرتك مدارس الزاويه الحمراء من بعيد ممكن يروح مدرسه يقول لا انت مش مدرسه دي، انت مدرسه دي، لا. لكن الحمله بتاعت اعرف لجنتك دي كانت من ضمن الحاجات اللي اثرت على الناس، ان كل واحد نازل من بيتهم عارف هو متجه لمدرسه ايه، هيخش المدرسه عارف رقمه في الكشف. سهلت على الناس الوصول لان هي تطلب صوتها بالظبط كده. طيب انا كنت عايزه اسالك يعني ايه اللي انت شايفه بالنسبه، لان احنا لقينا اقبال غير عادي من الشباب امبارح والنهارده. هل ده مثلا وعي؟ هل يعني ممكن يكون الوعي زاد عند الشباب؟ بصي، هو ما اقدرش اقول لك وعي، بس خلينا نتكلم بوضوح. اللي حصل الفتره الاخيره في العالم من ازمات الحرب طبعا، او بدايه من ازمه كورونا، مرورا بحرب اوكرانيا وروسيا، مرورا بازمه غزه، خلت الناس تحس فعلا ان احنا عندنا رئيس اسمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما ينفعش غيره في الفتره دي. يعني كل الناس، حتى اللي كان في ناس غير مؤيده، ما اكذبش عليكي، كان في بعض غير مؤيدين في الفتره الاخيره. اصل الحاله الاقتصاديه لما جت حرب غزه يعني إدارة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة كانت ممكن تدخلنا في حروب وتدخلنا في مشاكل ورجلنا تيجي في حتة كده مش هنعرف نخرج منها. إدارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي اللي خلت للناس موجودة بآلاف. لو احنا بصينا على الناس دي، لا، الناس دي بتقول للسيد الرئيس كمل، احنا معاك، ده شعار الحزب، كلنا معاك من أجل مصر، احنا بيهمنا البلد. الرئيس أدار الأزمة باحترافية، كان في شوية مناقشات وشوية حركات وتصفيه القضيه زي ما هو قال. انا لو جبت الناس عندي في سينا ما عنديش اعتراض. كان عندي في يوم جالي 1.5 مليون سوداني واستقبلتهم. لكن الموضوع في غزه قال لك لو انا خدت الناس عندي في سينا انا كده ما فيش غزه اصلا، مش هترجع تاني. فاداره الرئيس عبد الفتاح السيسي لازمات الدوله في الفتره الاخيره هي اللي خلتنا او ساعدتنا كمان ان الناس تلاقيها بالالاف زي ما حضرتك شفتي قدام اللجان النهارده وامبارح. طبعا كان بصفه كبيره جدا طبعا، ورغم التحديات اللي احنا بنواجهها والاقليميه والدوليه، احنا
اثبتنا للعالم كله الصوره الانتخابيه فعلا نقدر ان احنا يعني نفتخر بيها. بص حضرتك، انت عندك لو بصيت على الشمال هتلاقي ازمه، بصيت على الجنوب هتلاقي ازمه، بصيت على الغرب هتلاقي ازمه، بصيت على البحر المتوسط هتلاقي ازمه. واحنا محافظين على الدوله المصريه اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الامن والامان اللي احنا ولا حد جه علينا، ولا احنا زي ما هو قال اضاف سيادته، احنا ما جيناش على حق حد، ولا عمرنا تدخلنا في شؤون حد، ولا حد اتدخل في شؤوننا. فادارته للدوله المصريه وقعدتنا القعده دي والناس اللي في الشارع كلها متامنه، ده دليل ان فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بيبذل قصارى جهده في اعاده الامن للدوله المصريه والهيبه اللي عاملها للدوله المصريه. فاحنا بنقول للرئيس كلنا معاك وكمل، واحنا كلنا معاك. وهو ده فعلا الطريق الى الجمهوريه الجديده. طبعا الجمهوريه الجديده حضرتك، الناس الاستاذ علاء المصري دلوقتي قال كلمه حلوه، قال احنا تعبنا وهنحصد. احنا تعبنا، دخلنا في مشاريع كتيره، دخلنا في مشاريع كتيره، دخلنا في اكتر من مشروع هنا، وزراعه وثروه سمكيه وطرق ونقل ومينا وحاجات. الحاجات دي احنا مش دي اسمها مشاريع استراتيجيه طويله الاجل، ما بناخدش ثمارها بعد سنه ولا اتنين، لا بنتعب شويه 5-6 سنين. طب احنا تعبنا، تعبنا بقالنا شويه، تعبنا عشان في الاخر بنشوف مصر تانية. احنا دلوقتي شايفين مصر تانية زي ما حضرتك قلتي، الجمهوريه الجديده ان شاء الله. كلنا بعد الانتخابات والاحتفالات سيادته وعدنا يعني ان احنا التعب اللي احنا عملناه ده هنجني ثماره باذن الله. استاذ اسلام الصوابي، بما انك من النماذج الملهمه للشباب، عايزاك توجه كلمه للشباب المصري. انا احب انا هقول على نفسي شاب، يعني اذا كنت لسه يعني كبرت على الشباب شويه، بس انا بحب اللي يحب مصر. احنا بنحب مصر. بقول للشباب انا ما يهمنيش اسامي، بنحب مصر. شوف مين اللي بيحب مصر ويمشي وراه. شوف مين اللي مخليك قاعد في مصر مهما كانت الظروف الاقتصاديه، ولا انت رحت دوله تانية، ولا رحت تعمل، ولا اتهجرت من بيتك، ولا رحت في حته مش بتاعتك، ولا انا كون اني قاعد في بلدي باكل وبشرب وبشتغل، يعني بنعم بوجودي في بلدي وارضي، والرئيس محافظ عليها، فانا بدعم الرئيس من خلال حب مصر. أستاذ إسلام الصوابي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن منطقة الزاوية الحمراء، بنشكرك جدا على هذا اللقاء. شكرا لحضرتك يا فندم، وشرفتونا ونورتونا في الزاوية الحمراء، ونورتوا مقر حزب مستقبل وطن أمانة الزاوية الحمراء بقيادة الأستاذ علاء المصري. محافظة القاهرة، منطقة الزاوية الحمراء والشرابية، بنقول تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة، تحية لعظيمات مصر الذين زينوا العرس الانتخابي، تحية لكل من شارك في الانتخابات في ملحمة تاريخية سطرها الشعب المصري. كانت معكم رشا اليمني.